تخيل ان في سمكه بتقف على 3 رجلين في قاع البحر، واقفه بتصطاد مستنيه زي القناص المحترف. ايه الرعب ده سنايبر. قلت لك لسه هنشوف كتير. واسمع القصه. في اعماق المحيط تحديدا في الاماكن اللي ما بيوصلهاش ضوء بنقابل سمكه الترايبود، واسمها مش من فراغ، هي فعلا بتقف على 3 رجلين شبه رجلين الترايبود اللي بنركب عليه الكاميرا. بتعيش في اعماق المحيط بيوصل العمق ل 4000 متر واكتر، يعني ضلمه تامه من غير نور شمس ولا نباتات ولا شعب مرجانيه. طب بتعيش ازاي؟ بص يا صديقي، هي ذكيه جدا. ال3 زوايد اللي عندها دي هي فعلا بتستخدمهم كرجلين. ترتكز في القاع عشان تصطاد، وجسمها كمان شفاف عشان ما تبقاش فريسه سهله لاي مفترس. تفتح زعنفها الطويله تبقى زي الشبكه، وتستنى تيارات الميه تجيب لها الفريسه. يعني طريقه صيدها معتمده على الصبر. طب تسمع الاغرب؟ الترايبود فيش ممكن تكون هي في نفسها ذكر وانثى، فلو ما لقيتش شريك تتكاثر معاه في الاعماق تتكاثر مع نفسها. ويا سلام على التكيف البيولوجي، هي من الكائنات القليله اللي قدرت تتعايش مع بيئه قاسيه زي دي. يعني لا اكل كفايه ولا ضوء وضغط عالي جدا، سبحان الله. وفي النهايه عايز اقول لك ان الترايبود فيش مش مجرد سمكه، هي دليل ان حتى في اكتر الاماكن ظلمه وصعوبه في حياه، في امل، في مخلوقات عبقريه بتعرف تتاقلم وتعيش مهما كانت الظروف. يعني السمكه بتتحرك تحت اي ظرف وانت لسه قاعد يا صديقي على عمق اكتر من 4000 متر بيجي لها رزقها. فاهم حاجه؟ السؤال بقى، تفتكر السمكه دي على العمق ده عندها عظم ولا بس غضاريف؟ اكتبوا لي في التعليقات.